بدايات القرن الثامن عشر الميلادي كانت بلاد غرب القارة الأمريكية الشمالية جزءا من الإمبراطورية الإسبانية. في هذا البلد الجميل عاش الناس في خوف دائم من الجيش الإسباني المستعمر. كان خوفهم وغضبهم يزداد يوما بعد يوم لعجزهم عن وضع حد لظلم الجنود الإسبان. وأصبحت أيام الطمأنينة والسعادة حلما بعيدا منسيا، لكنه في الحقيقة لم يكن حلما. فعبر المحيط كان هناك شاب عائد إلى بلده لينقذهم من ظلم وطغيان المستعمرين الإسبان. إنه بطل شجاع يدعى زورو. لوليتا، أوقفي العربة! نعرف أن شيكيتا بداخلها. لا يوجد أحد. إن شيكيتا مجرم. دييغو قادم من إسبانيا وأنا ذاهبة لأقابله، فلا تزعجني. هيا! أوقفيها يا لوليتا! أوقفي العربة! هاي، لماذا توقفتم معي؟ تابعوا! دعيهم الآن لي. كن حذرا يا برنارد. إن الجيش الإسباني يعذب شعبنا، ضرائب مرتفعة وقوانين صارمة. لا يستطيع الكبار التكلم بحرية ولا يستطيع الأولاد اللعب بحرية. قاومه الشعب كله ولم ينجح حتى الآن. دييغو، فكر معي فيما ستفعله بعد عودته. ما أحلى رائحة الوطن. دييغو! أوه لوليتا، كبرت كثيرا. سنتكلم فيما بعد، خبئهم أرجوك. ها؟ سأستشير القبطان. هيا اختبئوا هنا. شكرا لك. فتشوا من هنا. هل وجدتهما؟ لوليتا، ماذا يحدث؟ إنه شيكيتا حاول أن يحمس الناس ويدعوهم للمواجهة، لكن الجيش الإسباني اضطهده وصار يلاحقه وكأنه مجرم خطير. هل فتشتم هنا؟ أريدهم أن يهربوا من هذا البلد بسرعة. هل ستساعدنا؟ لا مانع لدي، ولكن ألا يمكن أن نتعرض للمشاكل؟ لا مجال لهذا الحديث الآن. تعالوا، لقد وجدتهما. صغيري لن أتركه. اتركني. إنه مالي. هيا خذوه. ابتعدوا. ماذا تريدين؟ هذا فظيع، لقد أصبح الطفل وحيدا. تجرئي وقوليها ثانية. طبعا سأقول. ستندمين على ذلك حتى ولو كنت ابنة مزارع غني. ابتعدي يا لوليتا. لا. لا 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 لا، انتظروا قليلا. من أنت يا هذا؟ أنا يا سيدي، أنا اسمي أنا أدعى دييغو فيغا. أنت ابن إلياندرو فيغا. صحيح تماما يا سيدي. سمعت أنك تدرس في إسبانيا. نعم. لكني طردت. رسبت في الامتحان لأنني كنت كسولا جدا، لذلك اضطررت للعودة إلى الوطن.
قل لي ماذا سأفعل الآن؟ بالله عليك أيها الرائد. اسكت، أنا لست رائدا، أنا ملازم. ارجع، خذوهما بسرعة. لا. لوليتا لا فائدة. دعني. خذ الطفل أولا يا لوليتا. أنت جبان، خدعت بك. سيداتي سادتي، أهلا بكم في حفل استقبال ابني. عاد إلينا دييغو من إسبانيا بعد أن أنهى دراسته ونجح بتفوق. لوليتا، ما بك يا ابنتي؟ تبدين شاحبة يا عزيزتي. من غير اللائق التصرف هكذا، والناس حولك فرحون. كنت تسرين لرؤية دييغو. هيا افرحي، اذهبي وقولي له أهلا بعودتك. لقد عرض عليك الزواج متحمسا. ما الذي يزعجك يا لوليتا؟ أعرف أننا رتبنا الأمر بأنفسنا، ولكنك كنت سعيدة عندما أخبرناك بذلك. لوليتا، يا إلهي، ماذا يدور في ذهنها؟ ماذا تريد؟ اهدأ، لا تبكي. لوليتا، إن هذا الطفل لا يتوقف عن البكاء. دعه لي. اهدأ يا صغيري العزيز، اهدأ ولا تبكي. مسكين. لن يتوقف عن البكاء. بالتأكيد إنه جائع. اشرب حتى ترتوي يا عزيزي. إنك لطيف يا دييغو. اللطافة لا تكفي للرجال، يجب أن يكونوا أقوياء. إنه يتوقع أكثر من اللطافة. مسكين، إنه يحتاج إلى والديه. لوليتا، ما بها؟ نعم كارلوس، يبدو أنها لا تريد الزواج من دييغو. وما سبب ذلك؟ لا أعرف، إنها فتاة طائشة. الآن ماذا سنفعل يا عزيزي؟ لا أدري. كان يمكن أن نرتبط بعائلة فيغا الغنية لو تزوجت من دييغو، وسيساعدنا هذا في ضائقتنا المالية. الآن كارلوس، هل يسبب لك دييغو أي مشكلة؟ أبدا أبدا. لقد أصبح دييغو شابا متعلما حسن الطلعة. نعم، هذا صحيح. على العكس من ابنتنا، فهي مجرد فتاة ريفية. إننا نتساءل فيما إذا كان دييغو يسعد بصحبتها. لا تقلقا، يبدو أن ابني قد أفسده السفر. ربما كان إرساله إلى إسبانيا خطأ. اسمعوا أمر الضابط ريموند. لقد قبضنا على المتمرد شيكيتا، وسيتم إعدامه على التلة بالقرب من هنا. عليكم الحضور. أيها الرقيب، ولماذا يتوجب علينا الحضور؟ لا أعرف لماذا، ولكن ربما ماذا؟ كل شخص يقف ضدنا سيتم إعدامه. هذا قرار. على كل حال أنا أتيت لأتلو عليكم أمر الضابط ريموند.
أين ملاك المزارع؟ لقد أرسلت غونزاليس لإعلامهم يا سيدي. يجب أن يشاهدوا هذا الإعدام وأن يروا ماذا يحدث لمن يقف ضدنا. لقد أتوا. يسعدني أن أراكم جميعا هنا. دون فيغا، سمعت أن ابنك قد عاد. نعم. بإمكانك زيادة إنتاجك الآن، هذا جيد. لقد قبضنا على المتمرد الذي حاول التخريب. لن نرحم أي شخص يقف ضدنا، بل سنعدمه. لا. ابدأوا الإعدام. استعدوا. لا. نار. ما هذا؟ ماذا؟ من أنت وماذا تريد؟ اسمع أيها الضابط ريموند، إنك تعذب الناس محتميا بقوتك ونفوذك، وسيعاقبك زورو إذا لم تصلح من أمرك. ماذا؟ زورو. زورو. ماذا تنتظرون؟ أطلقوا علي. هاي أنت لا تخيفني. حصان سيء. قفي ورائي. انتظر. سأظهر ثانية طالما أن الشر موجود في هذا العالم. هيا! اقتلوه! زورو، سنلتقي. زورو. دييغو. ماذا؟ هل انتهت الحفلة؟ أين الطفل دييغو؟ الطفل لا أعرف. أين هو؟ اعتقدت أن ذلك حلم. حلمت بأن شيشيتا أخذ الطفل، ولكن هذا غريب فعلا. شيشيتا ما يزال أسيرا. نعم، لقد قال بأنه سيغادر من الشاطئ غدا. هيا.
اسمعاني جيدا، لابد أن شيكيتا مختبئ هنا، ستندمان إن لم يخرج. صدقني لا أعرف. اقرأوا الجرس بقوة. أه؟ إن شيكيتا مع الطفلة، ولابد أن الجرس سيفزعها فتصرخ. كما تشاء. سيدي، بحثنا في كل مكان ولم نجدهم أبدا. ماذا؟ في الحقيقة فكرت بعدة احتمالات. وماذا وجدت؟ أظن أنهم ليسوا موجودين على ظهر هذه السفينة. اسكت! لابد أنهم مختبئون في هذه البلدة، فتشوا كل بيت. حاضر. حاضر. كان القارب الوحيد ليهربوا فيه. انتظر. هناك. شيكيتا وزوجته؟ جيد، يبدو أنهم سيهربون. نعم، ولكن لوليتا، ما الأمر؟ أنا حزينة لأننا سنخسر رجلا مثل شيكيتا. الرجال الذين يقفون ضد المحتل يتناقصون. أنا قلقة لهذا الأمر. عرفت أنك هنا. جابرييل. كل شيء انتهى يا شيكيتا. سارة! الآن سأكشف عن قناعك يا زورو. الآن سترى. ليتك تستخدم مهارتك لتحقيق العدالة بين الناس. زارا! حضرة الرقيب، انظر هناك. لذلك لم نجده، ولكني سعيد بهذا.
حسنا. زورو. في الحلقة القادمة تقوم جماعة من اللصوص بسرقة براميل العصير وبيعها إلى المواطنين مرة ثانية. يتمكن زورو من معرفتهم والقضاء عليهم، وذلك بعد أن يساعده برنارد الذي أصبح زورو الصغير. رمز العدالة زورو.